بسم الله الرحمن الرحیم. یا شیعة علی، یا ابناء اهل البیت و یا ابناء متبعین اهل البیت صلوات الله علیهم اجمعین. قد یقبل الیکم شهر المصیبت و الحزن لاتباع الشیعة و محبین لأهل البیت صلوات الله علیهم. ای شهر المحرم و من بعده شهر سفر المظفر. علینا ان نهتم بهذا الشهر و نراعی آدابه و رسومه، فإن شهر المحرم شهر احیاء شعائر الدین، احیاء الحزن و العصا و الاسف، لما جرى على سید شباب اهل الجنة، لا سیما الحسین المظلوم الذي ضحى بنفسه و اهل بیته و شیعته و اهل بیته و اسرته فی سبیل هذا الدین، حتی اعطى فی سبیل الله سبحانه طفله الصغیر علی الاصغر، انه ضحى بكل ذلك لإحياء الدين ابقاء شریعت سید المرسلین والذی الشارع المقدس ای نبی الاکرم حدد حدودا و ابلغ للناس كله من الله سبحانه، حيث قال الله سبحانه قل لا أسألكم أجرا إلا المودة في القربى. الذي في سنين متعددة تأمل النبي صلى الله عليه وآله بوحي من الله لم يطالب أجرا إلا المودة للقربى أهل البيت. وأما هذه الأمة لم يراعوا وصية النبي صلى الله عليه وآله، النبي الذي قال إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، أنهما قتلا بأيدي هذه الأمة الذي انحرفوا عن وصية رسول الله صلى الله عليه وآله. يا أبناء الشيعة، يا شيعة علي، يا شيعة علي المظلوم، يا شيعة أهل علي المظلوم، اهتموا في شهر محرم للمصائب التي اهتموا بذكر المصائب التي جرى على الحسين الشهيد وأهل بيته وأنصاره وأولاده، لعل هذا
بإظهار المصيبة وبإظهار الجزع والفزع يتنبأ الناس في أركان الدنيا لما جرى على سيدا شباب أهل الجنة ما أن الله تبارك وتعالى قال لنبيه قل لا أسألكم أجرا إلا المودة في القربى الذين انحرفوا عن وصية رسول الله صلى الله عليه وآله بينوا للناس غيهم وزلالتهم وانحرافهم وتمسكهم بغرور الدنيا ونسيانهم يوم القيامة ويوم الحساب ويوم الحشر والنشر نسوا ذلك هؤلاء الظلمة لم يرحموا صغيرا ولا كبيرا ولا عطشانا ولا غير ذلك مما جرى مو معهود أن النساء التي كانوا مع الحسين صاروا وهذا إسارتهم وغيهم غي الناس وإسارتهم إذا لوحظ بيانه وإقراره بحيث يفهم الناس يكون هذا ترويجا لقضية كربلاء وحفظ شعائر كربلاء إن الأئمة عليهم السلام قالوا أن الذي يحتاج إلى البكاء والحزن والجزع قل عند الجزع عند كل مصيبة مكروه إلا الجزع لسيد الشهداء صلوات الله عليه أجمعين اللهم وفقنا لتعظيم هذه الشعائر المذهب وحفظ حرمته والعمل بما كلفنا من قبل الأولياء من قبل المعصومين من التعظيم والحزن إن الشيعة خلقوا من طينتنا يفرحون بفرحنا ويحزنون بحزننا يا شيعة شهر الحزن شهر المحرم شهر السفر شهر الحزن عليكم بحفظ حرماته واجتنبوا عن الأشياء التي يوجب الوهن في الشيعة يوجب الوهن في الدين من الأغاني وأمثال ذلك وحفظ مجالس التعزية ومجالس التعزية حفظه ونشر هذه المجالس وكثرتها تعظيما لله وحفظ لمشاعر المسلمين الشيعة في حفظ دينهم إن شاء الله تبارك وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته